اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى يا ربي تكونوا في تمام الصحه والعافيه وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. شوفوا معايا هاد الوصفه كي دايره، كتشهي شاكره راسها براسها. الكريب مالحين او فطائر سائله في المقلاة، ما كيطلبوش لا مجهود ولا وقت كتير، كيجيو رائعين معلكين لذاذ بزاف بزاف، بحشوه اللي هي مختلفه اقتصاديه ولذيذه بزاف. هادو سجلوهم عندكم لرمضان ان شاء الله بحول الله الا وصلنا. مهم ما نطولش عليكم اكثر في المقدمه، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنايا على بركه الله غنبداو بالمقادير وطريقه التحضير كيف ذكرت. عندي بول خديت فيه البيض، غندير 3 بيضات يعني بحجم متوسط، ما كبارش وما صغارش بزاف. بالنسبه ما عرفتش شكون اللي فحالي كندير كلشي كنوصل حتى لهراس البيض وكيغلبني، اولا فاش كنبغي نعزل الصفر على البيض ما عرفتش علاش. المهم كما كتشوفوا معايا دابا، خصوصا الحال بارد البيضه كتهرس غير بزز. المهم خديت 3 البيضات، درت ملعقه صغيره من الملح، ما عمرهاش بزاف. وهنايا راس ملعقه ديال الثوم بودر اختياريه، اللي ما كتعجبوش يمكن ما يديرهاش، ولكن كتعطي مذاق زوين لهاد لي كريب. وهنايا عندي نصف لتر من الحليب. المهم كلشي بدرجه حراره الغرفه، يعني يكون كلشي برا ما يكونش في الثلاجه. المقادير غنخليهم لكم في صندوق الوصف بالتدقيق مضبوطين. هنايا غناخد غير الطراب، هذا الخلاط ديال الضو، يعني خلاط الكهربائي، وغنخدم به. يعني ما غنديرش مولينكس، انا مولفه كندير صراحه مولينكس، يعني مولفه كندير الخلاط العصير. هاد المره درت غير هذا. هنا عندي 3 المعالق ديال الزبده دايبين، وغنضيفهم وانا كنحرك. يعني مكونات بساط جدا، ما فيهش كاع بزاف المكونات، بيض حليب الزبده والدقيق، صافي هادشي اللي كاين في المكونات. يعني كريب ساهلين واقتصاديين وكيجيو الصراحه لذاذ بزاف، انا متاكده غيحمقوكم. بالنسبه للدقيق عندي زلافه ما عامراش، الزلافه عندي انا صغيره كما شفتوا، ماشي زلافه كبيره يعني. وبالنسبه للزبده المعلقه اللي نخدموا بها عادي، اللي كناكلوا بها، هي اللي درت بها الزبده. والدقيق في زلافه صغيره عاديه، يعني الفورس ديال الحلوه. هنا من بعد ما طحنت الخليط ديالي مزيان غادي غطيته بالفيلم الومنتي وخليته يرتاح. كل ما ارتاح كل ما مزيان. راه شوفوا معايا هنا كنوريكم القوام، الا كانوا فيه شي تكتلات ولا شي حاجه ضروري يتصفى. بالنسبه لي انا ما احتاجيتش نصفيه حيت طحنته مزيان. بغيتو ديروه في الخلاط الكهربائي عادي راه غديروه وغتخدموا به بحال ديما. غنحط لكم لي كريب راني مشاركاهم معكم بطرق مختلفه، يعني 2 مرات كنشارك معكم الكريب بطرق مختلفه ومكونات مختلفه. غنخليهم لكم في صندوق الوصف حتى هما ان شاء الله باذن الله. المهم هاد لي كريب هادو صراحه من احسن ما جربت، كيجيو لذاذ بزاف. كما شفتوا طريقه الطهيره عاديه، ندير كميه من العجين هكا في المغرف وكنخوي في المقله كما كتشوفوا، يعني الصوره موضحه في الفيديو. كنبدا كنحرك المقيله ديالي اللي ما تكونش كتلصق بطبيعه الحال. انا عندي هنا الطيفل صافي، كنديرها فوق النار اللي متوسطه، غير كنشوفها نشفات من الجوانب، يعني الجوانب تهزو بحال هكا نشفات، وكنقلبها كما كتشوفوا تتحمر غير شويه من التحت، ما تخليوهاش تحمر بزاف، يعني جهه تحمر شويه وجهه لا. كنخليها كتحمر شي شويه هكا وكنعاود نقلبها صافي، وكنبدا كنحمرها من الداخل، يعني جهه كيف قلت كنحمرها شويه وجهه لا. هنا كتشوفوا الحشوه ديالي، راه صورت معكم كنقطع الحشوه وتحذف ليا داك المقطع. المهم عندي فلافل الوان والبصله فقط، غير الفلافل الالوان والبصله انا طحنتهم في الهاشوار، يعني قطعتهم في الهاشوار رقيق بزاف، يمكن لكم تقطعوهم عادي. ودرت شويه زيت الزيتون في المقله ووضعت فيها داك الفلافل الالوان والبصل. هنا كما كتشوفوا مليحه، شويه الابزار او الفلفل الاسود، قليل من البابريكا او التحميره، والقليل من الشطه او السودانيه، اللي ما بغاش الحار ما يديرهاش. ويقدر يعوضوها بشويه، تقدروا تعوضوها بشويه د الهريسه، بالنسبه لي انا كتعجبني السودانيه. هنا عندي شويه ديال السكينجبير، وكنحك شويه ديال الزعتر، ما درتش المعدنوس ولا القزبر، درت هنا غير الزعتر كيجي رائع مع الحشوه هذه. المهم الكميه على حسب الذوق ديالكم نتوما، كنحكو مزيان. وغادي نضيف شويه ديال الثوم بودر، يعني الثوم بودر، الزعتر مليحه والابزار،
وشويه ديال البابريكا او التحميره، والشطه كما ذكرت سابقا اختياريه. كنعاود المكونات باش البنات يسمعوا مزيان ويفهموا المكونات. هنا غنديرها فوق النار تتشحر ليا مزيان. هنا غادي تطلق ليا الماء حيت هشيتهم في الهاشوار. يمكن لكم تقطعوهم كما قلت يعني رقاق عادي. غنجهد النار باش داك الحشوه ديالي تنشف من الماء، تنشف ليا مزيان ما تبقاش مميها، يعني توقف يتشحروا ليا هاد الفلافل. انا درت الفلفله الحمراء والخضراء مع البصل، يمكن لكم تزيدوا حتى الصفراء الا عندكم. المهم درت 2 فلفلات مع بصله كبيره صافي، وكنشحرهم مزيان. الا كنتو غديروا في الحشوه يعني الدجاج ولا الكفته راه غديروهم في يعني في هذه المرحله غديروا الا كنتو غديروا الدجاج غديروه من الاول مع الفلفله والبصله وتشحروهم معاه. الا كنتو غديروا الكفته حتى تشحر الحشوه مزيان عاد زيدوها وشحروا الكفته غير شويه. راكم عارفين انها ما كتشدش الطياب. بحال انا درت غير الطون، خديت 2 علب ديال الطون وضفتهم للحشوه ديالي بارده. من بعد ما بردوا لي الفلافل والبصل ضفت لهم 2 علب ديال الطون بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. اش غادي نقول لكم اللي صفيتو من الزيت مزيان، يعني صفيتو من الزيت ما تخليوش فيه الزيت بزاف كما كتشوفوا معايا. اش غنقول لكم هاد الحشوه هادي مع الفلافل والزعتر وديك التنسيمه ديال الثوم بودر والثوم راه كتجي رائعه. بالنسبه لهاد الحشوه هادي راه يمكن لكم تستعملوها في اي مملحات عندكم، يعني تجي في ليكريب، تجي في هذا السيجار، في بريوات، تزيدوا ليها يعني بحال هكا شويه الفطر ولا تزيدوا لها شويه الجبن، كتجي فنه بزاف واقتصاديه في نفس الوقت، ما كتاخذش لينا وقت بزاف في التحضير. يعني ممكن بحال هكايا في رمضان باذن الله يعني ديريها في الليل كاع تشحريها حداك هكا في الليل وتخليها الصباح عاد تضيفي لها الطون. هنايا غتشوفوا معايا لي كريب ديالي هنا، شوفوا كيف دايرين ما شاء الله. كنطويهم كنلعب بهم كي بغيت، رطبين ما كيتكسروا ما حتى حاجه. ودرت هذوك الجوانب واخا كيجيو في الاول قاصحين شويه كنديرهم في منيديل وندير عليهم ميكا وهما سخونين كيرطبوا كيجيو فنين. هنا غادي نوريكم 2 طريقات ديال اللف ديال لي كريب، 2 طريقات ديال الطويان. غندير واحد الكميه من هذيك الحشوه وغادي نضيف ليها يعني الجبن، يعني الحشوه تكون شي شويه باينه باش ما تجيكمش غير العجينه وتاكلوهم خاويين. انا كتعجبني الحشوه تكون باينه. هنايا غادي نقسم من الجبن مربعات بحال هكا، اللي هو اصلا مربعات غنزيد نقسمو هكا طريفات. يعني الجبن الشيدار الاصفر الا كان من الاحسن، ما كانش غديروا هذاك الابيض العادي. بالنسبه لي انا متوفر لي دابا الشيدار درتو. هنا غنضيف الموتزاريلا، لكم الاختيار في الاجبان اللي بغيتو. ممكن تستغناو كاع على الجبن ديال الساندويتش ديروا غير الموتزاريلا صافي. هنا غادي نطوي بالطريقه العاديه كما كتشوفوا معايا. جمعت الجوانب غنضغط عليها وغادي نضيف الغرة بحال اللي كندير مسمنه. شوفوا معايا انا كنقرب لكم اكثر في التصوير صافي، وغنحطهم في الصفيحه اللي غتدخل الفرن. بالنسبه لي انا يعني بالنسبه ليا صفيحه الفرن احسن من نبقى نحمر في المقله كل وحده بوحدها. ممكن ديروهم في البريصه اللي بغيتو، المهم لكم الاختيار في كل شيء كما كتشوفوا معايا. انا هاد درتهم على شكل مسمات ودرت وحدين بحال هكا على شكل ساقه. المهم راني غنشارك معكم، غنحط لكم الرابط ديال لي كريب الاخرين يعني اللي فايت مشاركه معكم من قبل، كيجيو رائعين لداد تيقوني صراحه. ما كرهتش كلشي جربهم ورجعوا خليو ليا في لي كومونتير كيف جاوكم. راهم كيحمقوا غيبغيوهم وليداتكم وانتم براسكم غيعجبوكم، ساهلين في التحضير، كينفعوا المائده هكايا في العشيه كاسكروت، كينفعوا في رمضان كيف قلت لكم مع شوربه العشاء ولا هذا كيجيو زوينين بزاف. نتمنى تجربوهم ينالوا الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا معايا شوفوا داك الجبن كيجي معلق. نتلاقاو في فيديو جديد، ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولي لايك ديالكم، وشكرا على